السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة سليمان. أنا أحمد سليمان في فيديو جديد، وده الجزء الثاني من أفضل مسلسلات مصرية كوميدية. الجزء الثاني. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أفضل 10 مسلسلات كوميدية جديدة، وعرضنا لحضراتكم مجموعة من المسلسلات، وبتمنى لو ما سمعتوهاش تروحوا تسمعوها دلوقتي، وهتلاقوا الفيديو في صندوق الوصف أو في أول تعليق. فخلونا نكمل باقي المسلسلات. رقم 1 معانا وهو مسلسل في اللالا لاند. دنيا سمير غانم ومحمد سلام عاملين مسلسل مكون من 30 حلقة مع حمد المرغني ومحمد ثروت وهنا الزايد والأستاذ سمير غانم الله يرحمه. بتدور أحداثه في طيارة وقعت وهم متجهين لأندونيسيا، وكل واحد بيكون في مشاكله، فبيضطروا يتأقلموا على الوضع الجديد، وكان لازم يتعايشوا في الجزيرة اللي وقعوا عليها، خصوصا وإن كان معاهم صينيين على نفس الجزيرة، فبيضطروا يعيشوا سوا لحد ما يلاقوا مخرج أو أي حد يجوا ينقذهم. أما رقم 2 فهو مسلسل مكتوب عليا. أكرم حسني عامل مسلسل في رمضان 2022 تقريبا ما خدش حقه بشكل كبير، خصوصا وإنه طالع واحد عادي جدا عايش وسط عيلته في بيته، وكمان بنت خالته بتحبه، فبيحصل لهم حاجة بتخليهم هيطردوا من البيت، وده بيخلي جلجل زهقان وبينزل يتمشى في الشارع، فبيقابل الأستاذ صلاح عبد الله وبيرش على إيده حاجة بتغير حياته بالكامل. رقم 3 مسلسل الوصية. أحمد أمين مع أكرم حسني عاملين مسلسل 30 حلقة مع الأستاذ بيومي فؤاد. بتدور أحداثه حول ابنه لما والده بيتوفى، وبيكون لازم يمسك الشركة مكانه، بس علشان يمسك الشركة وياخد الميراث لازم يحقق 7 وصايا بيكون أبوه كاتبها له، فبيضطر هو وأحمد أمين ينزلوا يحققوا ال7 وصايا. رقم 4 مسلسل أرض النفاق. المسلسل ده أنا سمعته حوالي 6 مرات، لأن الأستاذ محمد هنيدي عمل مسلسل في 2018 ما خدش حقه تماما، وأنا ما شفتش حد بيتكلم عنه، ولأن بتدور أحداثه حول مسعود اللي بيكون غلبان في حارته ووسط أهله، وده بيخلي الكل متضايق منه، فبيقابل الدكتور ماضي بيغير له كل حياته، وبيفضل كل شوية يروح له ياخد حباية بتخليه كل شوية في شخصية شكل. المسلسل ده زي ما أنا قلت إن سمعته أكتر من مرة، وبتمنى ان انت تسمعه. رقم 5 الصراحة رقم 5 هو مسلسل احنا اتربينا عليه كلنا، راجل وست ستات، بس الجزء العاشر لما سامح حسين بيرجع مرة تانية للأستاذ أشرف عبد الباقي في 2019 بيعملوا جزء عاشر من راجل وست ستات، وده بعد 3 أجزاء بدون سامح حسين، فبيخلي المسلسل مضحك جدا جدا جدا، وطبعا كلنا عارفين فكرته وبتدور حول ايه. ماشي يا دولة حبيبي. 6 مسلسل لهفة. مسلسل لهفة على قد ما هو قديم شوية لكن هو جميل جدا، ودنيا سمير غانم عملت شغل فيه الصراحة كويس جدا، وبتدور أحداثه حول دنيا سمير غانم والأستاذ سمير غانم الله يرحمه مع علي ربيع ومحمد سلام، ولهفة اللي بتكون نفسها تبقى ممثلة أو مغنية أو مشهورة بأي طريقة، وده اللي بيحاول يعمله لها خالها أو عيلتها بالكامل، وبيحاولوا يخلوها توصل للمجد بأي طريقة وبأي شكل. رقم 7 معانا هو مسلسل خفة يد، واللي بيكون طالع فيه محمد ثروت وأيتن عامر ومحمد سلام، وبيتكلم عن 3 حرامية والضابط بيومي فؤاد اللي بيحاول طول المسلسل يمسكهم، وهم كل مرة يهربوا منه. طب حتى تسريبة كده من المسلسل، هم في مرة بيسرقوا عربيته الجديدة اللي جايبها قسط وما بيعرفش يمسكهم، وكل مرة بيوصل متأخر بعد ما بيسرقوا، بس بيسافروا الصعيد علشان يخلصوا مهمة، وهناك بيحصل حاجات كتير جدا. 8 مسلسل سرايا حمدين. والمسلسل ده برضو من المسلسلات اللي ما خدتش حقها، لأن الأستاذ سامح حسين عامل مسلسل مع محمد ثروت ورندا البحيري. بتدور أحداثه حول حمدين اللي بيورث قصر جده، وبيجيب كل حبايبه يقعدوا معاه في القصر، وبيحصل لهم شوية حاجات غريبة كده ومضحكة، وأنا الصراحة مش عارف أقول تفاصيل تانية لأني لسه بسمعه. 9 نيلي وشريهان. دنيا سمير غانم وإيمي أختها عاملين مسلسل مع محمد سلام ومصطفى خاطر. بتدور أحداثه حول جدهم اللي بيورثهم خريطة فيها سر كبير، بيضطروا علشان يلاقوا الكنز أو السر ده يعملوا حاجات كتير جدا، وبيساعدهم محمد سلام ومصطفى خاطر، وبيقعوا في مشاكل كتير جدا، ومش هقول أي حاجة تانية جدا. بس قبل ما أقول آخر مسلسل حابب أشكركم لأنكم كملتوا الفيديو لحد هنا، وبتمنى منكم تتابعونا علشان يوصل لكم كل
جديد. والصراحة انا مش مسامح شركة واتشد، لان تلخيص المسلسلات اللي انا عملتها قعدت حوالي 12 ساعة في المسلسل الواحد، وانتم بيبلغوا واحد خلونا امسح المسلسلات. شكرا يا واتشد. رقم 10، مسلسل ب100 وش. نيللي كريم وآسر ياسين ومجموعة ضخمة من الممثلين اللي لو قلت اسمهم الفيديو هيعدي ال 12 دقيقة او ال 15 دقيقة، عاملين مسلسل جميل جدا جدا جدا، بتدور احداثه حول سكر اللي بتكون طالعة حرامية وبيساعدوها اصحابها، وبتقابل عمر اللي بيسرقها، بس بعد كده بيتعرفوا على بعض وبيبدأوا في شغل مع بعض، ومع الوقت بيكونوا فريق كبير وبيكبروا ادوارهم وفلوسهم، وبيحصل لهم احداث كتير جدا داخل المسلسل. وده طبعا طالما رقم 10 فاعرفوا ان ده مسلسل جميل جدا، واللي ما سمعهوش يروح يسمعه. بس يا سيدي، وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو.